في وجع ما بينوصف، وجع فقدان حدا منحبه. فجأة بصير في فراغ كبير بحياتنا، وكأنه في شي جواتنا انكسر، وكأنه الدنيا بطلت نفس الشي. بس الحقيقة اللي يمكن ما مننتبه لها بهيدي اللحظة إنه الأحبة اللي خسرناهن ما راحوا لمطرح سيء، بالعكس هني أكيد بمطرح أهدى، أريح وأجمل بكتير من هالدنيا اللي فيها تعب ووجع. أهلا فيكم بفضفضة، المكان يلي بنحكي فيه من القلب للقلب. يمكن نحن عم نتألم لأنه اشتقنا لهم، لأنه تعودنا على وجودهم، على صوتهم وعلى تفاصيلهم الصغيرة. بس هن يمكن أخيرا ارتاحوا من كل شي كان يوجعهم. وهون بدل ما نغرق بالحزن فينا نجرب نغير نظرتنا شوي، مش لننسى ولا لنقلل من قيمة مشاعرنا، بس لنخفف عن قلبنا شوي. الحزن بهيدي اللحظة طبيعي، وحقك تزعلي وتشتاقي وتبكي، بس كمان مهم نتذكر إنه الحب ما بينتهي بالفقدان، وإنه الذكريات الحلوة اللي عشتوها سوا بتضل عايشة فيكي. جربي كل ما يجيكي هيدا الحزن تتذكري ضحكة، موقف، كلمة حلوة. خلي هيدي الأشياء تكون سبب دفى بدل ما تكون سبب وجع. يمكن الفقد صعب، بس كمان فيه رسالة خفية إنه نكمل ونكفي ونعيش ونقدر اللحظات اللي معنا هلأ، لأنه الحياة رغم قساوتها أوقات بعدها في أمل، وبعدها في أشياء حلوة كتير تنعيشها ونشاركها مع اللي منحبهم. ويمكن أهم شي إنك ما تكوني قاسية على حالك، خففي عن قلبك واسمحي لنفسك ترتاح شوي، لأنه اللي راحوا أكيد بيتمنوا لك تكوني بخير، مش غرقانة بالحزن. اللي راحوا بيتمنوا لك إنك تكوني عايشة مرتاحة وعم تبتسمي كرمالهم وكرمال حالك. اليوم موضوعنا تقيل شوي، بس كلنا مرقنا فيه أو رح نمرق فيه بيوم من الأيام. الحزن على الفقدان، الفراق، الغياب يلي ما بيرجع. بس خليني أقول شغلة من الأول، نحن اليوم مش جايين نبكي، نحن جايين نلاقي طريقة لنكفي حياتنا ونعيش. مشكلة إنه شو عم بصير فينا فعلياً وبدماغنا هلأ. دماغنا مش فاهم إنه هيدا الشخص اختفى. بعلم النفس بيقولوا إن المخ بيضل يحاول يلاقيه بكل مكان، بكل ذكرى، بكل موقف. يعني طبيعي جدا إنك تحكي معه براسك، تتخيليه إنه يرجع، تحسي إنه بعده موجود. هيدا مش جنون، هيدا حب وإحساس طبيعي. أصعب شي بالفقدان مش الغياب، أصعب شي إنك تضطري تكملي بلي، تضحكي بلي، وتعيشي بلي. وهون بيجي السؤال، طب كيف بدي أقدر كفي حياتي هيك؟ خليني أعطيكي أشياء بسيطة بتقدري تعمليها باليوم لتخفف عنك هيدا الإحساس والوجع. أول شي فرغي حزنك وعبري عن مشاعرك لو نص ساعة بالنهار قعدي فيها. بدك تقعدي لحالك أو تكتبي شي أو تسمعي شي، المهم تطلعي يلي جواتك وما تكتي. امشي 20 دقيقة يوميا، ورشي مي باردة على وجهك لما تبكي وتتضايقي. هيدا بيهدي الجهاز العصبي، يعني بدل ما عقلك يدور بذكريات جسمك بيقول أنا بخير هلأ. وأهم شي إنك ما تهربي من الذكريات، واجهيها. إنك تهربي من كل شي بذكرك فيه هيدا غلط. واجهي بس بطريقة ذكية. مثلا إذا في صورة ما تقلبيها وما تقولي ما بدي شوفها، شوفيها بس قولي أنا محظوظة إني عشت هيدي اللحظة مع هيدا الشخص. هيدا اسمه بعلم النفس إعادة تقطير للذكريات. وأهم شي إنك تعملي استمرارية بدل النهاية. يعني شو؟ يعني الناس بتفكر إنه العلاقة خلصت بفقدان هيدا الشخص، بس الحقيقة العلاقة بتتغير ما بتنتهي. كيف يعني؟ فيكي تحكي معه بقلبك، تكتبي له رسالة كأنه موجود معك، اعملي شيء كان يحبه هيدا الشخص، كأنك عم بتقولي لحالك أنت مش موجود جسديا بس بعدك جزء مني، وهيدا بيريح بشكل مش طبيعي. إذا هالكلام عم يلمسك اعملي لي لايك واشتركي بالقناة وبعتي هيدا الفيديو لحدا يمكن محتاج يسمع هيدا الحكي. خلينا نكبر سوا. في عالمة نفسية اسمها إليزابيث روس حكت عن مراحل الحزن. خليني بسط لك إياها أكتر. أنت ما فيك تمشي بالحياة بخط مستقيم، مرة بتكوني منيحة وفجأة بتنهاري، وهيدا الشيء طبيعي 100%. يعني إذا اليوم ضحكتي بكرة حزنتي، هيدا مش ضعف، هيدا شفا عم بصير. يعني يوم تتذكري هيدا الموقف اللي صار معك مع هيدا الشخص اللي فقدتيه، بتقومي بتبكي وبتحزني، يوم تاني بتقومي شوي مرتاحة، وهيدا الشيء كتير طبيعي. وفيكي كمان لتنسي الحزن شوي إنك تكتبي القصة من جديد. جيبي ورقة وقلم
واكتبي شو خسرتي وشو كسبتي من هيدي العلاقة. رح تكتشفي شغلة كتير مهمة، إنه هيدا الشخص عطاكي إشياء بعدها معك لهلأ، مش كل شي راح مع اللي راح، في إشياء خزنة جواتك من هيدا الشخص. وأهم شي بحياتك إنك تعملي شي جديد لو صغير. الحزن بحب الروتين، فأنت لازم تكسري هيدا الروتين. يعني تروحي على كافيه جديد، تمشي بطريق جديد، تعملي نشاط تمارسيه بشكل يومي. ليش؟ لأن دماغك بيقول في حياة بعد هيدا الحدث مش وقفت. وأهم نقطة إنك تخففي جلد الذات. في ناس كتير بتلوم حالها، إنه بتقول يا ريت عملت هيك لما كان هيدا الشخص، ويا ريت قلت له هيك قبل ما يفل ويتركنا. وقفي هون، هيدا الماضي شي وراح، والشي يلي صار ما بإيدك تغيريه، فما تعذبي حالك أكتر. بعلم النفس بيقولوا الشعور بالذنب جزء من الحزن، بس مش الحقيقة. انت عملتي اللي كنت بتعرفيه وقتها وخلص، ما تجلدي حالك أكتر. أعطي معنى للفقدان، هيدا أهم نقطة. بدون معنى الحزن بصير فراغ، بس لما بتعطيه معنى بصير قوة. يعني شو؟ بتصيري ألطف مع الناس، بتقدر الناس اللي حواليك واللي عندك، تعيشي أكتر لحالك وللناس اللي حواليك. كأنه هيدا الشخص عم بيعلمك شي وضل معك، إنه تقدري اللي موجود حواليك، وأهم شي تقدري نفسك. خليني أقول لك شغلة من القلب، أنت ما رح ترجعي مثل قبل، بس هيدا الشي اللي صار مش رح يكسرك. أنت من بعد هيدا الموقف اللي صار رح تصيري أعمق وأهدى وأقوى بطريقة ما كنت متوقعتيها. الحزن مش نهاية، هو مرحلة بتغير شكل قلبك، بس ما بتكسره. وبالآخر مش المطلوب تنسي، المطلوب تتعلم تعيشي ومعك هيدا الحب، لأنه الحب الحقيقي ما بيختفي مع الغياب، بالعكس بيضل بقلبك وبيكبر أكتر. وهلأ خبريني بالتعليقات، هل فقدتي شخص عزيز عليكي بهيدي الفترة؟ وكيف قدرتي تتخطي هيدا الحزن؟ اكتبولي بالتعليقات، خلينا نفضفض سوا. كان معكم مروة، بشوفكم الحلقة الجاية.